السلام عليكم، مرحبا بكم معنا في حلقة جديدة من قناة مع مطبخي. كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير وانتم كتشاهدوا معنا فيديو اليوم عن قناة مع مطبخي اللي غنشارك معكم عراضة هموية من الاول حتى الاخر بقوامها كامل بطريقة تحضير اللي هي جد سهلة وبسيطة. كيف ما قلت لكم من الاول حتى الاخر، من خبزها حتى لديسيرها بتقنيات اللي هما ساهلين وبساط وبدون مساعدة. بقاو معنا باش تشوفوا طريقة تحضير هاد الوصفات اللي غادي نشاركها معكم، وكنتمنى انها تعجبكم، وكنتمنى كذلك نكون عطيتكم افكار. وكيف ما قلت لكم غادي نشارك معكم كل شيء الديتاي ديالو. غادي نستعمل اولا غادي نعجن الخبز بطبيعه الحال في الدار بالقمح ديال الدار الكامل حيت غير النخاله، وعجنته بالطريقه العاديه اللي كنعجنوا فيه الملحه ولا الخميره، وكنعجنوه مزيان وكندلكوه مزيان وكنخليه حتى كي ضعف الحجم ديالو. وعاد غادي نشكلو على شكل خبيزات، بغيتو ديروهم كبار بغيتو ديروهم صغار كيبقى اختياريه. هاد الطريقه ديال العجينه البنات اولا الطريقه اللي كندير دائما كنديرها يعني بالعراضه ولا بالعراضه، كنوجد واحد الكميه وكنديرها في الكونجيلاتور ومن بعد كندوز باش كنسخنها الوقت اللي كنحتاجها. بالنسبه لاطارت اللي غادي ندير ديال اللوز راه كنت شاركتها معكم في رمضان. خديت هنايا شويه الزبده، شويه ديال سكر فانيلا، وشويه ديال السكر سنيده. بطبيعه الحال غادي ندهكم بيديا حتى كتندمج الزبده مع السكر، وعاد غادي نبدا نضيف دقيق تدريجيا. هنا ضفت الدقيق بالضبط 2 كيسان ديال الدقيق. بالنسبه للزبده كاينه 100 غرام، كاينه 100 غرام ديال الزبده، ساشي ديال اولا خماره ديال ساشي ديال الفاني، وبطبيعه الحال السكر سنيده كيبقى اختياري. من بعد غادي نجمع هاد المكونات كلها بالبيض حتى كتجانس ليا. كنعرفوا ان العجينه ديال السابلي راه ما كتبغيش تدليك بزاف، كنبقاو غاديين معاها غير بشويه وكنجمعوها فقط بالبيض. كيف ما شرت لكم راه هاد الطريقه التحضير ديال هاد لا طارت راني وجدتها من قبل في رمضان. هنا كيبقى للتذكير. هنا كيف ما كتشوفوا البنات انا كنت وجدت كميه مضاعفه، خليتها في الثلاجه حتى تقريبا حتى تماسكت مع بعضياتها. ومن بعد غادي نطلقها في كيس بلاستيكي وغادي نديرها في المول ديالها. كيف ما بغيتوا ممكن انكم ديروا حتى هي عجينه كميه كبيره وكتحتفظوا بها في الكونجيلاتور اولا في الثلاجه، ومن احسن الكونجيلاتور الا كنتو غادي ديروها كميه كبيره وكتخليوها الوقت اللي كتبغيوها. من بعد غادي نديرها في المول ديالها وكنحاول انني نضغط عليها مزيان باش كنعطيها الشكل ديال المول، وكنخلي واحد الحاشيه باش غادي ندير فيها الكريمه اللي غادي طيب ليا في الفران. كنشكها بطبيعه الحال وغادي ناخذ بطبيعه الحال هنايا 100 غرام ديال الزبده، 3 البيضات، وغادي نضيف هنايا سكر سنيده، ساشي ديال الفانيلا، وغادي نخلط هاد المكونات كلهم. الا كان عندك الباطوري يكون احسن، الا كانت عندك الماكينه ديال العجانه بطبيعه الحال حتى هي كتكون احسن، ولا بغيتي تخدمي ما بيديك ممكن تخدمي. هنا استعملت 2 كيسان ونص ديال اللوز اللي كيكون مطحون، ما مطحون غير عادي، كتاخدو كتمسحيه وكديريه يتطحن صافي، وكتضيفي عليهم واحد شويه المعلقه كبيره ديال الخميره ديال الحلويات صافي، وكديريها في المول ديالها. من بعد كترشي عليها اللوز ايفيلي كيف ما كتشوفوا، وكندخلوها الفران درجه حراره ما كتعداش 180، كنشعلو من الفوق ومن التحت وكنخليوها حتى كتحمر، وعاد غادي نوجدوها. في هذا الوقت غادي نوجد كيكه ديال الشوكولا، غنديرها في الميكسر باش كتجيني سهله. كيف ما قلت لكم الطريقه ديال تحضير هاد العراضه راه وجدتها غير بوحدي وبطريقه سهله وبسيطه، كنبسط عليا الامور وما كنحاولش نعقدها. تقنيات اللي هي سهله وكناخذ ايطاب بايطاب، ما كنحاولش انني نضيع الوقت. درت البيض، درت الزيت، درت السنيده، ودرت كاس الحليب. من بعد ما مزجتهم جيدا غادي نديروهم في واحد بول ولا غنديروهم في شي حاجه اللي غادي نخلط، وغادي ندير 2 معالق كبار ديال البودره الكاكاو اللي كيكون مر. الكاكاو المر ما كنديروش الكاكاو اللي كيكون ديال الحليب اللي كنعطيو لوليداتنا في الصباح، هذا كنديروه المر او الخاص بالحلويات. من بعد غنبدا نضيف الدقيق تدريجيا فورس اللي كيكون خاص بالحلويات بطبيعه الحال وكيكون منخول. غادي نضيف هنايا خميره ديال الحلوى، 2 خمارات كيكه المعتاده اللي كنضيفو، وغادي نخلطهم جيدا حتى كنحصلوا على القوام المعتاد.
بطبيعة الحال البنات أنا هنا غير ما بيناش مزيان أنني ضفت معلقة ديال الخل، وضفت تقريبا واحد ربع كاس ديال الماء اللي كيكون طايب، كنخليهم حتى الاخر وكنضيفهم. غادي نضيف حبيبات الشوكولا باش كنزينهم، وغادي نضيف فوق منهم كذلك البودر دو كاكاو اللي غادي نغبرها من الفوق وندخلها بحال هكا، كتجي زوينه وكتعطي واحد لابغيونس زوينه في الكيك ديالنا. الوقت اللي كيطيب غادي نوجد الحريشات ديالنا بطبيعة الحال. كيف ما كتشوفوا جوج كاس ونص ديال الفينو و3 الكيسان ديال السميده رقيقه الخاصه بالحلويات، وغادي نضيفوا شويه ديال سكر سنيده، شويه ديال الزيت وفانيلا، وبطبيعه الحال خماره، شويه ديال الملحه، شويه ديال الخميره ديال الخبز، وياغورت بنكهه الفاني كيجي لذيذ بزاف وكيجي رائع. ممكن انكم ما ديروش، ولكن كيجي واحد اللذه رائعه. وغادي نضيفوا كيف ما كتشوفوا بيضه كامله. بطبيعه الحال الحرشه ما كندلكوها ما والو، كنخدموها غير يدينا كنحاولوا اصبعنا كنفرقوهم وكنخدموها، كنخليوها حتى كترتاح، وكناخذوا الكويرات ديال الحريشه كندوروهم كيف ما كتشوفوا، وكنفندوهم في السميده اللي كنخلط معاها واحد شويه ديال السنيده. الفرن كيكون شاعل من الفوق ومن التحت على درجه حراره 200، وكنخليهم كيطيبوا بحال طياب ديال الغريبه، كيجيو مفرقعين. كنستمر بحال هكا حتى كنكمل الكويرات ديالي. هاد الحريشات كيجيو البنات زوينين، ممكن ديروا معاهم الشوكولا من الداخل، داك الشعريه ديال الشكلاط. ممكن انكم ديروا معاهم الزبيب، كتجي زوينه بزاف وكتجي كيف ما قلت لكم بحال الغريبه. طريقه سهله وبسيطه باش كنحضرهم. هادو صراحه معتمدين عندي، دائما كنوجدهم وكندخلهم الفرن حتى كيتحمروا على هذا الشكل كيف ما كتشوفوا. هنا من بعد ما وجدت الكوتي هو الاول كندوز للصحاح اللي هي البسطيله. غادي نشارك معكم البنات البسطيله ديال الحوت، ودائما كنشاركها معكم. صراحه البنات ابسط او اسهل حاجه كتجيني انا التحضير ديال العراضه هي البسطيله ديال الحوت، سيرتو انني دائما كنشري الحوت كيكون موجود عندي في الكونجيلاتور، كنشريه الوقت اللي كيكون مناسب وكيكون الثمن ديالو مزيان كنشريه. هنا جاتني عراضه على غفله، خديت الحوت شريته ووجدته كنديرو في اللاطه وكندخلو للفران، كنرش عليه شويه الملحه شويه البزار ودرت عنيقيد ديال اليازير وغندخلو للفران حتى كيطيب. ما تفوريه ما تقليه ما حتى شي حاجه، كتجي الطريقه لذيذه وسهله وما كيجيش مزيت نهائيا. هنا في اناء غادي ناخذ العطريه ديال الحوت، غادي ندير خرق الزبر والمعدنوس والثومه والحامض اللي كيكون مقطع، وغادي نخلي هاد العطريه غادي نستعملها بزاف د الحوايج. اولا غادي ناخذ الكالامار وغادي ناخذ معلقه ديال هاد العطريه اللي وجدت، صراحه كتجي لذيذه وكتجي رائعه. ممكن انكم ديروا في الهاشور، ولكن انا دائما كنكون مقطع الربيع موجداه مع الزيت والثومه. هذاك الشيء علاش كنخلطو غير بحال هكا في شي اناء، واللي ما عندهاش كتحاول انا طحن كلشي في الهاشور وكتخدم. من بعد ما حيت الكالامار، دائما البنات ملي كتبغيو طيبوا الكالامار ولا الكروفيت كتشعلوا كديروا العافيه اللي كتكون مجهده باش ما كينشفوش لينا وما كيتحيدش الماء من هاد فواكه البحر، كيبغيو العافيه تكون مجهده، وكتخليهم حتى كيطيبوا شويه، ما كتعطيهمش طياب بزاف لان تبعهم الطياب، وعاد كتحيديهم. هنا غادي ندير الشعريه الصينيه كتطلق في الماء اللي كيكون سخون، وهنا لي زالك طحالب ديال البحر. بطبيعه الحال الفلفله درتها في الفراير حتى هي، والحوت الوقت اللي وجدت هادشي راه الحوت طاب ليا بالخف. كنعطيوش الحوت من الاحسن ما يطيبش بزاف، لانه ملي كيطيب كيولي بحال البلاستيك، ما كيبقاش بنين وما كيبقاش فيه ديك اللذه. الحوت غير شويه وكيطيب. كنحاولوا اننا نحيدوا ليه الصفا ونحيدوا ليه حتى الجلده حتى هي، وكنحطوا طريفات ديال الحوت. ما تفرتوش الحوت بزاف. البسطيله ديال الحوت البنات ما كتبغيش الحوت مفرتت، يعني ملي كنبغي ناكل كناكل طروفه ديال الحوت، ما كناكلش شي حاجه اللي انا ما عارفاهاش. استعملت هنا في الحوت، خديت هنايا القرب وخديت المرنه، وخديت واحد الحوته راه سميتها مبقيتش عاقله على سميتها، ولكن حتى هي الحوت ديالها ابيض وكتجي زوينه بزاف. خديت الشعريه الصينيه من بعد ما ارطابت، كنقطعها بالمقص حتى نحاول ما نفرتتهاش تاني بزاف، وكندير عليها حتى هي العطريه. بالنسبه للكروفيت والكالامار كنجمعوهم وكنصفيوهم من الماء ديالهم، كيطلقوا الماء ديالهم
استعملته حتى هو في الشعريه الصينيه ديالي. كندير شويه الزيتون مقطع، كاين الزيتون درت انا على شكلين، وضفت لي زالك من بعد ما رطابو قطعتهم حتى هما بالمقص ولا بالموس. خديت الفلفله من بعد ما درتها في الفراير، كنقطعها كتجي زوينه البنات، اما ديروها في الفراير يا اما تشويوها وكتحيدوا ليها ديك الجلفه ديالها وكتقرضوها على هذا الشكل. كاين اللي كيبغي يدير الفلفله، كاين اللي ما كيبغيش يديرها، ولكن البنات دائما الفلافل في البسطيله ديال الحوت كيعطيو واحد اللذه اللي هما رائعين، يعني كيعطيو واحد البنه زوينه. كنفضل انكم تستعملوهم. كنستمر بحال هكا حتى كنكمل الكميه ديال الفلفل اللي درت انايا الحمراء والخضراء، ممكن ديروا الصفراء اللي بغيتو، المهم ديروا الفلفله راه كتجي لذيذه بزاف. اي حاجه وجدتها بطبيعه الحال غادي نديرها في الصينيه ديالي اللي غنخلط فيها الحشوه ديال البسطيله. ضفت هنايا الحوت اللي كنت نقيته، وغادي نبدا عمليه ديال المونتاج ديال البسطيله. كناخذ الطاوه اللي غادي ندير فيها، بغيتو ديروها دائريه بغيتو ديروها مربعه، انا حبيت اكون درتها مربعه ولكن ما عنديش شي طاوه اللي مربعه، قلت غادي ندير غير الطاوه الدائريه المعتاده. دائما كندهنوا بالزيت، كنستعملوا البسطيله، اي بسطيله ديال الدجاج ولا ديال الحوت ولا ديال الكفته، دائما نستعملوا البنات بالزيت والزبده اللي كتكون مذابه. هنا درت الدوره ديال الورقه، ودرت هنايا الحشو ديالي. هنا ما كنديرش الكالامار والكروفيت، كنخليهم حتى الاخر وكنرشهم من الفوق باش كيجيو زوينين وكيعطيو واحد، ملي كتكون كتاكل كيبان لك داكشي باين، ماشي مدرج وسط الشعريه الصينيه. كنت خليت واحد شويه ديال الميرنا والحوت اللي كنت درت في الاول وضفته من الفوق، ومن بعد كنبدا كنطوي دائما كيف ما قلت لكم استعانه بالزبده والزيت. وانا الزبده والزيت راه درت فيهم شويه ديال التحميره باش كتعطيني ديك التحميره في الورقه وكتجي لذيذه بزاف. هنا طريقه الزواق ديال الورقه كتبقى اختياريه، كل واحد شنو كيبغي، كل واحد كيفاش كيبغي يقدم البسطيله ديالو. غادي نوجدوها وغادي نخليوها على جنب حتى كتشد في راسها، وعاد غادي نطيبوها. كنحمروها بطبيعه الحال، نشعلوها عليها العافيه 200 درجه من الفوق ومن التحت. ودائما البنات واحد النصيحه، ملي تبغيو طيبوها الا شعلتوا عليها من الفوق ومن التحت، حاولوا انكم ديروا شي صينيه فوق منها بحال كطيب مزيان وعلى نهار مهيله، ما كتشعلوش ما كتجهدوش عليها العافيه. حتى كتبغي تحمريها عاد كتحيديها ديك الطاوه الفوقانيه، اولا ديري بابي كويسون فوق منه الالومنيوم وتخليها حتى كطيب، عاد كتحيديها وتعطيها التحمر، يعني باش تجيك مكرمله وكتجيك مقرمشه، ما كتجيكش معجنه نهائيا. كيف ما كتشوفوا هذوك الطيات دائما كنديروهم، اللي بغى المهم كيبقى طريقه ديال التحضير اولا طريقه الزواق كتختلف، بغيتك ديري سامبل ممكن. بالنسبه هنا عندي كتف ديال الغنمي اللي غادي نتبلو حتى هو، وغادي ندير ليه البابي كويسه وغندخلو الفران ونخليه حتى كيطيب على خاطرو، ما غاديش نجهد عليه العافيه ونخليه على خاطرو كيطيب. هنا ضفت شويه، كان بقى ليا شويه ديال الزيت فيه التحميره، شويه ديال البزار، شويه ديال الملحه، شويه ديال الكمون درت نيت بزاف لان بحال غادي يجي فيه البنه ديال الشوا، وشويه ديال اليازير وشويه ديال الزعتر. هنا كنفلح هذاك الكتف وكندير فيه شويه ديال الثومه في دوك الفليحات، كيعطي واحد اللذه رائعه. ومن بعد غادي نتبل اولا غادي ندهنو بهاد العطريه ونخليه كيشرب مزيان. من بعد غادي ندير ليه البابي كويسون وندير ليه الالومنيوم وندخلو الفران وكنشعل عليه الفرن 200 من الفوق ومن التحت وكنخليه كيطيب على خاطره. الا بغيتو تصيفطوا هادشي للفران ديال الزنقه كيكون احسن، حتى هو كيطيب مزيان وكيعطيه الحراره كتكون متوازنه في الفران، وكيكون الفران كبير حتى هو كيعطي واحد الطياب اللي كيكون متوازن ومزيان. كيف ما قلت لكم غادي نلويه في البابي كويسون هو الاول، ضفت عليه شويه ديال الزبده باش كيعطيني واحد التحميره وكيعطي واحد اللذه زوينه. بالنسبه للزبده خصوصا الا كانت زبده حيوانيه، وغادي نخليه وندخلو الفرن حتى كيطيب.
وبطبيعة الحال ملي كنقولوا اللحم أولا الدجاج مشوي ولا اللحم مشوي ولا أي حاجة كنرافقوا معاها الخضرة اللي كنسوطيوها. بطبيعة الحال الخضرة اللي متوفرة عندكم والخضرة اللي كتبان لكم مزيانة كتضيفوها، وكنستعملوا الخضرة اللي هي معتادة. عندي الكورجيت أولا القرعة الخضراء اللي كنسلقها وكنشحرها، وكذلك كاين اللوبيا، كاين البروكولي، كاينه بطاطا اللي قليتها ديك المسلقة، وكاين الخيار وكاين خيزو. بطبيعة الحال كنديرو في المول في البلاطو عفوا، وكنشكلو، وكيف ما كتشوفوا اللحم كيطيب على هذا الشكل، وكنقوم بالتزيين ديالو. كتبقى مسألة اختيارية مرافق للخضار اللي كيف ما قلت لكم الخضار اللي بغيتو كتحاولوا انكم ترافقوها معاها. بالنسبه شحرتهم في شويه ديال القزبر ومعدنوس والثومه وشويه الملح وشويه الكمون، وكتشحريهم مزيان حتى كتدخلهم هذيك العطريه. وهذا هو الخبز كيف ما كتشوفوا من بعد ما طاب. من بعد ما طابت ليا حتى البسطيله حتى هي بطبيعه الحال تقدموا هادشي يكون سخون قد ما كيكون احسن. ومن بعد ما طابت ليا حتى البسطيله كيف ما قلت لكم سخون يكون سخون، كنوجدها وكنحطها في البلاطو ديالها اولا في الطبسيل ديالها مزيان بالخوص. طريقه التقديم كتبقى اختياريه، وكل واحد والرغبه ديالو، وكل واحد وطريقه التقديم ديالو. ذوقتها شويه غير بالكروفيت اللي كنسوطيهم غير شويه بالزبده وشويه الحامض مرشوش شويه بالبافو، وكنحاول انني نحطها بطبيعه الحال سخونه. كيبقى ليا الديسير هو الاخر، اولا صراحه الترتيب ديالو راه هو الاول، لان دائما نوجدوا الديسير ونديروه في الكونجيلاتور ونخليوه عاد كنبداو نوجدوا الاخرين. بالنسبه ليا درت شويه ديال السكر اللي خليته حتى تكراميليزا، وضفت عليه قطع ديال اللوز وكنخليه حتى يجمد مزيان. كنحاولوا نديروه في بابي كويسون باش نقدر نتحكم فيه، وكنخليه حتى كيجمد وكيشد ليا مزيان. هنا في عجانه اولا الباتور غادي ندير الكريمه السائله الخاصه بالحلويات وغادي نطلعها مزيان. وهنا من بعد ما وقف ليا اللوز غادي نهرمشو غير بيديا ولا بالمهرز، كيبقى باش يبقى ليا شويه مهرمش. يعني ملي كناكل الكريمه اولا الكلاص ديالي كتكون العضه شويه مهرمشه. من بعد ما كيطلع ليا الكلاص كيف ما كتشوفوا غادي نضيف عليه شويه ديال اللوز مهرمش وديسير ديال الكراميل وشويه ديال النكهه ديال الكراميل. هنا خديت اطار اللي كنغلفو بالسلوفان وكنضيف عليه الحشو ديالنا اولا الكريمه لاموس، وغادي ندهنو نسطح الواجهه ديالو، وغادي ندخلو الكونجيلاتور حتى كنبغي نحط الديسير ديالي عاد كنوجدو وعاد كنجبدو. كيف ما شفتوا الاطار كندير عليه السلوفان باش مني نبغي نقدمه كيجيني طريقه التحضير ديالو سهله وبسيطه، ومني كنبغي الاطار ما كيلصقش ليا فيه نهائيا الناموس ديالي. هنا غادي نزين الديسير ديالي او غنوجد البلاطو ديال الديسير بالديسير اللي كنعرفو متشكل ومتنوع. غادي ناخذ ديال الاناناس ونحاول انني نجوفو، وكناخذ هذوك القطع وغادي نزين به الاناناس بحد ذاته. كيف ما قلت لك ملي كتكون عندك شي عراضه اولا كتكون عندك شي مناسبه كتحاولي تقدمي كل ما هو احسن وكل ما هو جيد باش كتعطي واحد الصوره زوينه للمائده ديالك ولا العراضه ديالك. وقد ما عطيتي شي حاجه من قلبك العراضه ديالك كتجي زوينه وكتجي لذيذه. ما تخافيش ان تقولي هذه ما غاديش، لانك انتي الطريقه باش قدمتيها واش قدمتيها وانتي باغا عن حب او لا. دائما البنات ملي تدخلوا الكوزينه صراحه ملي كنبغي ندخل الكوزينه كنفكر بان داك اللي غياكل خصو اللي كلها تعجبو. هذاك الشيء علاش كنحاول ندير مجهودي وكنحاول انني نشارك معكم هذا المجهود اللي كنتمنى صراحه انه يعجبكم. وفي نفس الوقت هذاك المجهود اللي كنشارك معكم كنتمنى ان نكون عطيتكم افكار بسيطه بالنسبه للعراضه، بالنسبه للفطور، بالنسبه للغداء، بالنسبه للشهوات اللي كنحاول انني انا نشاركهم معكم. كيف ما قلت لكم كنحاولوا نقادوا البلاطو ديال الديسير كنعطيوه واحد الرونق، وكنعرفوا هذاك الديسير الفواكه اللي كتكون متشكله ومتنوعه ودوك الالوان ودوك الريحه اللي كتكون لذيذه. صراحه فيديو جا طويل ولكن ما بخلتش عليكم حتى شي حاجه. قلت لكم غادي ندير لكم عراضه من الفوق من الاول حتى الاخر، يعني من القوامها من خبزها حتى الديسيره. كنتمنى يعجبكم الافكار اللي درت
كنتمنى انني نكون عطيتكم افكار حتى نتوما بالنسبه للناس اللي باغيين يوجدوا مثلا عراضه ولا شي حاجه، فكره حتى هي. حتى انا حاولت نستنبط من الافكار ديال الزميلات اللي كاينين في اليوتيوب، عاد نقضي قلت نشوف الناس شنو كيديروا وتا انا ندير بمحسن. بطبيعه الحال كيف ما قلت لكم، ملي كتبغي ديري شي حاجه راه كتحاولي انك تقدميها بمحسن. من بعد ما جمد ليا كان لاموس ديالي اولا الكلاص ديالي كنجبدو وكنزينو بشويه اللوز اللي كيكون مهرمش بحال هذا الشكل، وكنزينوه بالشوكولا وبالكراميل. كنحاول انني ندير عليه الفرامبواز اولا ممكن تخليو غير هكاك. كنتمنى يعجبكم الفيديو، كنتمنى يعجبكم هاد شنو نقول لكم هاد العراضه اللي وجدتها العائله ديالي. كنتمنى انها تجيهم حتى هما تنال الاعجاب ديالهم. كيف ما قلت لكم شهيوات اللي هما ساهلين وبساط وكنستعملهم دائما لعائلتي، وشاركتهم معكم حتى نتوما. الحريشات، كيكه ديال الشوكولا، وطاقت ديال اللوز اللي صراحه من نهار اللي درتها في رمضان وانا وليت كنديرها بزاف، راه لذيذه بزاف. كنتمنىكم انكم تجربوها، وكنتمنى نكون عطيتكم افكار سهله وبسيطه للعراضه. كنتمنى تعجبكم طريقه التقديم، طريقه التحضير لهاد العراضه اللي صراحه جا كلشي زوين وجا كلشي رائع وكلشي بنين. كنشكركم، كنشكر الدعم المتواصل ديالكم للقناه مع مطبخي، وكنتمنى نكون عطيتكم افكار اللي هي سهله وبسيطه باش توجدوا اطباق العائله ديالكم او للعراضه. كنشكركم، ونتلاقاو ان شاء الله فيديوهات قادمه ان شاء الله مع قناه مع مطبخي بافكار سهله وبسيطه. وكنتمنى دائما انكم تعطيونا تعليقات محفزه بالاستمراريه القناه. نتلاقاو ان شاء الله فيديو قادم، الى اللقاء.